السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده معانا غدا بسيط قوي، سهل قوي، حاجة كده برضو في السريع كده بسبب برضو الكهرباء. احنا مش عارفين نقف نعمل اصلا حاجة، مش عارفين نعمل حاجة خالص بسبب الكهرباء، ان كل شوية تيجي وتقطع، حتى ما بنلحقش نعمل ولا دورة غسيل ولا نغسل مواعين ولا نلم الدنيا، مش عارفة في ايه. بس يلا زي بعض، فاحنا قلنا نعمل حاجة سريعة ننجز كده قبل ما النور ما يقطع. الموضوع ما خدش في ايديا 10 دقايق بالظبط في قلب المطبخ. دي كانتالوب، اناناسه، ايا كان يعني انتوا بتقولوا ايه. ما نمسكها اول حاجه نمسكها نقطعها، لان انا كنت لسه جايباها وطبعا لازم تسقع. فامسكها اقطعها كده واروح مدخلاها الفريزر تسقع كده بسرعه قبل ما نحمر شويه البطاطس ونعمل البتنجان وحبه الفول ويلا، وكلها نعمه وكلها يعني رضا والحمد لله ونحمد ربنا طبعا على الكتير وعلى القليل وراضيين بكل حاجه. الحمد لله احنا راضيين بكل حاجه، راضيين بكل لقمه احنا بناكلها، اذا كانت بقى لحمه، فراخ، بطاطس، جبنه. والله العظيم ده الحمد لله، ده كلها نعم من عند ربنا. طبعا الجبنه دي اختراع، اختراع بجد. هاتي اي جبنه دلعه او اي جبنه انت بتحبيها، قطعي عليها طماطم، وقطعي عليها فلفل اخضر، بجد بجد تحفه. هتاكلك حلوه قوي 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 قوي. طبعا جبنا كيس فول وجبنا بشويه بتنجان من عند الراجل بتاع الفول، وقلنا يلا بقى نمشيها كده ونقضيها والحمد لله. ده رضا قوي، ده فضل ونعمه من عند ربنا يا رب. دي ما علينا نعمه يا رب. حطيت حتة سمنة، حتة زبدة، حبة زيت، أي مادة دهنية عندك، واكسري البيض في قلبيها بس. طبعا كانت البطاطس طلعت وخلصنا الأكل وخلاص، وعقبال ما حمرت شوية البطاطس عملت البيض، عملت الجبنة. كان طبعا يعني ايه، هنقول ان الأناناسية سقعت شوية وبعد كده جبناها بس. وكانت حاجة بسيطة وحاجة سهلة، مش تاخد معاكي وقت، مش تاخد مجهود، ومن الأكلات طبعا اللي بتأكل الحمد لله والله. بس طبعا البيض لما طلع رشة كمون، رشة فلفل اسود، حبة ملح، وخلاص الموضوع سهل قوي. الف حمد وشكر يا رب. تنسوش اللايك والشير، ويا رب يكون الفيديو خفيف ظريف كده عجبكم كده، سريع سريع. وربنا يسعد قلوبكم ويفرح قلوبكم يا رب جميعا، يا رب يا رب يرضيكم ويفرح قلوبكم ويسعد قلوبكم ويرضيكم ويديكم كل ما تتمنوا. ربنا يرزق كل واحد كل ما يتمنى. شكرا. تنسوش اللايك والشير.